مش معنى ان انت بتاكل كتير ان انت هتتخن او ان انت بتاكل كميه اكل اقل ان انت هتخس. موضوع الدايت بيعتمد عليه كذا حاجه، عوامل وراثيه، عوامل جينيه، وحاجه مهمه جدا معدل الايض الغذائي. فالفكره ان احنا وزننا زاد مثلا كميه معينه من الكيلوجرامات في وقت معين، في سنتين، في 3، فبنبقى حابين او بنبقى عايزين ان احنا نقل نفس الكميه دي في وقت اقل. فالفكره ان الجسم زي ما هتعوده زي ما هيتفاعل معاك، فهو زي ما زاد تدريجيا هيبتدي يقل معاك تدريجيا. فالجسم ذكي جدا، الجسم بيبقى متعود على كميه اكل معينه انت معوده عليها، فمره واحده ابتديت تقرر ان انت هتمشي على نظام غذائي معين فقللت كميه الاكل. الجسم هيبتدي يحس ان في مشكله، كميه الاكل اقل، فهيبتدي يحتفظ بكميه الاكل اللي بتدخل الجسم ويخزنها في شكل دهون او يخزنها في الكبد بحيث يحرقها وقت اللزوم، وقت ما يبقى محتاج طاقه. نقدر نقول ان الجسم بيعلن حاله طوارئ بحيث ان هو يقدر يتمسك بكميه الطاقه دي اطول فتره ممكنه. نقدر نقول برضو زي اكنك في حرب ومعاك كميه اكل معينه ومش عارف الحرب دي هتنتهي امتى، فبتحاول ان انت تحتفظ بكميه الاكل دي اطول فتره ممكنه. الجسم برضو نفس الموضوع، هيبتدي يحتفظ بكميه الاكل دي. طيب هو الجسم ازاي هيستوعب الموضوع ده بمزاجي؟ الموضوع ده انا اللي عامله بارادتي. اليوم الفري ان انت بتبقى طول الاسبوع بتاكل كميات قليله، تيجي في يوم معين بتاكل كميات كبيره، فالجسم بيستوعب ان لا، ده انت فعلا الموضوع ده عامله بارادتك، فعلا الموضوع ده مش نتيجه خلل معين او مشكله معينه. في خلال مش اقل من 3 شهور الجسم هيبتدي يستوعب الموضوع ده. فمش معنى ان بعد 3 شهور حسيت ان مفيش اختلاف، لا، ده الجسم ابتدى يستوعب ان في اختلاف او ان انت الاختلاف ده بمزاجك وهيبتدي يتفاعل معاه. ف3 شهور مش فتره ان احنا نبتدي ونحس ان خلاص مفيش فايده ونوقف ونرجع زي ما كنا قبل كده. ويبتدي الجسم يتفاعل ويبتدي يحرق من الدهون اللي موجوده. اهم عامل هيساعدنا في النظام الغذائي او ان وزننا يقل الرياضه. مش لازم فتره طويله، بس على قد ما تقدر تبقى مستمره، يعني لو كل يوم ربع ساعه كويس جدا للجسم. تاني حاجه وجبه الفطار اللي اغلبنا ما بيهتمش بيها. جسمنا بيبقى محتاج طاقه على مدار اليوم، فمفروض ان احنا نهتم بوجبه الفطار، لان انت مهما اكلت في وجبه الفطار لغايه ما توصل لاخر اليوم هيبقى كميه الكالوريز اللي خدتها من الفطار تقريبا اتحرقت. ده غير ان وجبه الفطار في دراسات كتير اثبتت ان هي بتساعد في سرعه الحرق. فلو انت بتاكل وجبه واحده طول اليوم، وجبه دسمه تقيله، تبقى متخيل نفسك ان انت حارم نفسك ومفروض وزنك يقل. اللي بيحصل كالاتي، ان الجسم ما بيصدق ان في طاقه موجوده، الجسم طول اليوم مفيش طاقه داخلاله، وانت فاجئته بوجبه دسمه تقيله، فما صدق ان في طاقه داخله، فهيبتدي يحتفظ بيها وهيبقى صعب جدا ان هو يسيب الطاقه دي انها تطلع، فمعدل الحرق هيبقى قليل. الاكل ده كله هيتخزن على شكل دهون او هيتخزن في الكبد. فاحسن حاجه ان احنا نوزع كميه الاكل دي على كذا وجبه، من 4 ل6 وجبات بكميات قليله، بحيث الجسم يستوعب ان الطاقه على طول موجوده في الجسم، فما يبتديش يمسك في الطاقه قوي. كمان كميه السكر اللي بنستخدمها في الشاي، في القهوه، في السكريات، نحاول نقللها على قد ما نقدر. يعني انا كنت بستخدم 3 معالق سكر، فابتديت تدريجيا كده واحده واحده ابتدي اقلل كميه السكر. الموضوع كان صعب في الاول وما بتحسش بطعم الحاجه زي الاول، بتحس ان انت يعني مفيش طعم للحاجه، لغايه ما الحمد لله وصلت ان انا ما بستخدمش سكر خالص، لا في شاي ولا في قهوه. الموضوع صعب شويه ومستوعب ان انتوا مستصعبين الموضوع، بس بجد بالتعود وبالتدريب هتبتدي تقلل الكميه، على الاقل توصل لاقل كميه انت بتستوعب بيها طعم الشاي او القهوه. الميه مهمه جدا في حياتنا، بتحافظ على جسمك من الجفاف وبتساعد على معدلات الحرق. في دراسات كتير اتعملت واثبتت ان شرب كميات كفايه من الميه بيزود معدل الحرق. كمان حاول ان انت ما تاكلش قبل ما تنام على طول، خلي اخر وجبه قبل النوم اقل حاجه بساعتين، لان بالليل بيبقى الجسم معدل الحرق بتاعه اقل حاجه بالليل، فانت لما تيجي تاكل وتنام هيبقى معدل الحرق اقل، فهيبتدي الجسم يكتسب الاكل اللي انت اكلته او كميه الكالوريز دي اللي انت خدتها وهيبتدي يخزنها كدهون. انا نفسي مريت بتجربه زي دي اياميه، كانت الثانويه العامه سنتين. فالمهم قبل الثانويه العامه كان وزني تقريبا حاجه و70، بعد الثانويه العامه انا ما كنتش عارف نفسي، حسيت ان انا وزني فظيع جدا، وصلت ل 110. طبعا حاجه فظيعه جدا الاختلاف ما بين الاثنين.
بس نتيجة القعدة والاكل ومفيش رياضة، وابتديت يعني بعد 6 شهور ابتدى يبقى في فرق شوية في الوزن. فمعلش هتيجي على نفسك وهتعافر بس هتوصل.